ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ النهاردة اول سلسلة في ترافل وسام علي. You say you have plans, but I'm not including them. I don't wanna go to another place. اول سلسلة هبدأ اتكلم فيها معاكم عن السفر اون بادجت. باختصار شديد، اخترت لكم 6 دول، دول يمكن من اهم او ارخص الدول السياحية اللي ممكن تسافرها اون بادجت زي ما اتفقنا. الموضوع مش تذكرة طيران بس، الموضوع مش حجز فندق بس أو حجز أوضة بس أو حجز مكان هبات فيه. لا، الموضوع كمان بيفرق في مصاريفك اللي هناك، العملة ذات نفسها هل هي غالية أو رخيصة. أنت ممكن تسافر تروح مكان تلاقي إن أنت حاجز تذكرة طيران قليلة وحاجز في فندق رخيص، بس تروح تلاقي إنك مثلا البلد أصلا عيشتها غالية أو مصاريفها غالية. فأنت هتلاقي إن أنت البادجت ضربت معاك فجأة. فكل دي تريكس لازم انت تبقى عارفها كويس عشان قبل ما تخطط لسفريتك او انت بتخطط لسفريتك كويس. 3 حاجات دول مهمين جدا: عملة البلد، تذكرة الطيران، الفندق. ال3 دول كلهم مرتبطين ببعض، لازم تبقى عامل حسابك كويس قوي عليهم. Omzumda işlemedim günahlar, sözlerimde rüyalar, kederimde bir yaş. Görüyor mu belki de yanlıştı doğru. طيب، أول دولة هتكلم عنها في سلسلة ترافل اون بادجت هي تركيا. ليه تركيا؟ مش عارف ليه تركيا بصراحة. يمكن عشان أنا بحبها. بحبها، بس تعالى أقولك ليه تركيا بقى. تركيا من أجمل البلاد وأشهر البلاد اللي مش بس الناس في الوطن العربي بتحبها، في ناس كتير من كل بلاد العالم بيعشقوها. ده بسبب تعدد أشكال السياحة فيها. وتركيا أصلا عبارة عن 81 ولاية، كل ولاية مختلفة عن الولاية التانية، وفيها مزيج من التاريخ والحضارة، مزيج ما بين الطابع الأوروبي والطابع الشرقي. ده غير الطبيعة الخضراء الجميلة للناس اللي بتحب الاستجمام، ومدن ساحلية وشواطئ من أجمل الشواطئ المصنفة عالميا. وكمان الناس بتفضلها بسبب الأكل والحلويات. السياحة هناك مش مكلفة مقارنة بدول كتير في أوروبا. طبعا ده علشان سعر صرف الليرة التركي رخيص، ده لو هنقارنه بين الدولار واليورو. طبعا لو هنتكلم عن الشوبينج هناك فاحنا محتاجين تقريبا حلقات، او مش حلقة واحدة، حلقات لوحدها. تركيا بلد نضيفة جدا، الحياة هناك والمعمار أشبه بالطابع الأوروبي، ومعاه مزيج من التاريخ والحضارة. يعني هتحس إنك في أوروبا بس في جوامع حواليك في كل حتة. نيجي بقى لأهم حاجة للمصريين، تأشيرة تركيا. بالنسبة للمصريين فهي بتطلع من مكتب اسمه MZ. للأسف تكلفته دلوقتي حوالي 208 دولار، ولو انت معاك تأشيرة أمريكا أو شنجن ممكن تطلعها أونلاين ب35 دولار. وأنا هسيب لكم الشرح كل التفاصيل بتاعت التأشيرة بتاعت تركيا في الشرح أسفل الفيديو. أحسن وقت تسافر فيه هو أواخر الربيع من إبريل لشهر مايو، وأوائل الخريف اللي هو بيبدأ من شهر سبتمبر لحد أكتوبر. الشهور دي أسعارها بتبقى معقولة والمزارات بتبقى مش زحمة، لأن احنا عارفين طبعا تركيا بلد سياحية جدا، فأغلب المزارات هناك في الأوقات اللي هي بتاعة السياحة بتبقى زحمة جدا. وبرضه في الأوقات دي الجو بيبقى الفترة دي لطيف، لا هو حر قوي ولا هو شتاء، لأن الشتاء في تركيا صعب. تعالى بقى نحسب البادجت بتاعنا. يعني تقريبا لو انت هتسافر تركيا من مصر فانت ممكن تجيب تذكرة الطيران دايركت تقريبا لتركيا في حدود 15,000 جنيه ذهاب وعودة. ولو هنتكلم عن فندق كويس يعني في أسبوع، يعني تقريبا تكلفته ممكن 5000 جنيه. طبعا في أقل لو انت هتقعد في هوستل أو كده، بس احنا بنتكلم لو انت هتاخد أوضة في فندق. يعني بنتكلم تقريبا تكلفة 20,000 جنيه، ده للفرد لو انت هتطلع بتكلفة اون بادجت أو تكلفة متوسطة في السعر.
واللي هم تقريبا عاملين 420 دولار. Sessizce döner misin? Sanmam ki belki de yanlıştı doğrularım. Aşkını sevgini sormadım. Yollarım kapalıydı zor. نيجي بقى لفقرتي اللي دايما بسيبها لآخر كل فيديو، فقرة تيبس اند تريكس. اعمل حسابك وانت بتحجز تذكرة الطيارة وركز على ميعاد الوصول والمغادرة بتاعك. يعني ما تعملش ناصح وتحجز تذكرة الطيارة رخيصة وتلاقي طيارتك هتوصل البلد اللي انت رايحها مثلا الساعة 12 بالليل، فانت كده لبست يا معلم. لبست انك قعدت في الشارع لحد لما المواصلات تشتغل ولحد لما ميعاد التشيك ان بتاع الفندق بتاعك يجي، لان معظم الاماكن في التشيك ان بتبقى الساعة 2، يعني انت لازم تعمل تشيك ان في الفندق بتاعك الساعة 2 الظهر. ومعظم البلاد المواصلات فيها بتقفل من الساعة 8 بالليل. ركز، احنا مش في مصر ولا هتلاقي مواصلات بالليل ولا هتعرف تروح في حتة. نفس الكلام بقى ده طبقه على ميعاد المغادرة بتاعتك، يعني وانت راجع بلدك. يعني برضو ما تحجزش طيارة ميعادها الساعة 2 أو 3 بالليل وانت في مكان أصلا ممكن تبقى على جزيرة، فانت أصلا مش هتعرف توصل للمطار. شكرا ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك. استنوني في الحلقة الجاية، هتكلم برضو عن بلد هتحبوها جدا مع ترافل والسلام عليكم.